اعتبر اللي انا هقوله لك النهارده في الفيديو دوت مش غرضه التخويف ولا غرضه اي حاجه، اعتبر ان هو دردشه عادي وعادي، في حيث بحيث بس ان انت ايه يعني فكره تحطها في بالك، وتعتبر ان اللي انا هقوله النهارده دوت ممكن يحصل. فلو حصل انت ايه خطتك او ايه البلان بي بتاعتك؟ فيعني الموضوع مش غرض منه التخويف ولا الترويع ولا الناس تقلق، ولا يعني هو طبعا اعتقد الناس مش محتاجه انها تشوف فيديو عشان تقلق، الموضوع يعني واضح وضوح الشمس يعني. النهارده أنا جاي اتكلم عن لو انت عايش في الخليج، ايا كان بقى انت عايش فين في الخليج بغض النظر عن الدوله، او بتفكر تسافر الخليج. طبعا ده مش برضو مش دعوه ان انت ما تسافرش، بالعكس الدول دي ما زالت دول جميله وفيها خير وفيها شغل، ويعني انت في النهايه بتسعى وخلاص. آه، انا عشت في الخليج 6 سنين، سنه في السعوديه وخمسه في الامارات، وعلى درايه بستايل الحياه في الخليج يعني. يعني مش معلوماتي مش صفر يعني. فاللي الواحد شايفه الفتره الاخيره، من طبعا انا هنا بتكلم يمكن تحديدا على المصريين، يعني تركيزا على الجنسيه المصريه، ولكن اعتقد الكلام ده لو احنا عملنا زوم اوت كده او بصينا على الموضوع من بعيد، ممكن نحط بعض الجنسيات الاخرى في الباسكت معانا يعني في اللي هو ايه في الباكج اللي احنا ماشيين بيه كلنا دوت. ولكن يمكن المصريين شويه عشان احنا كتير، او احنا يمكن اكتر جنسيه عربيه موجوده في الخليج، عكس مثلا مش هتكلم طبعا الهند وباكستان وهكذا، الناس دي اكيد اكتر، ولكن مصر اعتقد هي اكبر دوله عربيه، اعتقد مناصفه مع السودان في بعض الدول يعني. آه، حاليا الجنسيه المصريه بيتم التعامل معاها معامله مختلفه من دوله مثلا زي الامارات، او اعتقد بعض الدول التانية. احنا برضو مش عايزين نتكلم عن دولة بعينها، لان احنا من هنا بنناقش الفكرة العامة بتاعة التوجه العام للدول الخليجية تجاه الجنسية المصرية اللي بتتغير مع الوقت. ويمكن اعتقد التغير ده بقاله سنين بيحصل، مش تغير فجأة. بناء على اللي حصل الفترة الأخيرة في الإمارات، والناس بتقول الإقامات فتحت وبعد كده الإقامات اتكنسلت، وناس بيقولوا إن آلاف من المصريين إقامتهم اتلغت وهم بره مصر، وفيهم ناس دكاترة وفيهم ناس مدرسين وفيهم ناس كان معاهم أولادهم اللي أولادهم كانوا في مدارس في الإمارات. يعني مواقف وحاجات ما تتمناهاش لأي حد إنه يتحط فيها. فأنا جات لي الفكرة دي في دماغي لأن أنا عشت في الإمارات وعشت في الخليج بشكل عام. يعني الشعور ده دايما كان عندي. يعني انا ليه عامل الفيديو دوت؟ لان انا لما بدات اشوف الحاجات دي على السوشيال ميديا، بدأ أفتكر أنا كنت حاسس بإيه وأنا عايش في الخليج، سواء كنت في السعودية أو في الإمارات. يمكن طبعا تجربتي في السعودية كانت سيئة جدا، كنت حكيتها قبل كده أو ممكن أبقى أحكيها تاني على القناة دي لو حابين يعني أحكي قصة أنا إزاي سافرت، والسعودية والإمارات وتركيا وأوروبا يعني. دي حاجة على جنب، ممكن أبقى أعمل لها فيديوهات منفصلة لأنها قصة طويلة. ولكن أنا بإن أنا شفت الحاجات دي الأيام الأخيرة على السوشيال ميديا أعطتني فكرتني بالشعور اللي أنا كنت حاسه لما كنت عايش هناك. ويمكن هو مش شعور وحش على قد ما هو شعور بعدم الاستقرار. ودي حاجة من أسوأ الحاجات اللي ممكن أي إنسان يحس بيها، هو إن أنت عايش في مكان في أي لحظة ممكن يتقالك باي باي. طبعا أنت في الحياة مفيش استقرار بشكل عام بنسبة 100%، أنت ممكن تموت في أي لحظة، بس أنا مش بتكلم على النقطة دي، أنا بتكلم على إن أنت عايش في البيت ده، راكب العربية دي أو بتروح بالمواصلات دي كل يوم، شغال في الشركة دي، بتتعامل مع الناس دي، بتعمل كذا كذا، في لحظة في لحظة بدون مبالغة تلاقي كل ده مش موجود لمجرد ان انت مش عايز اقول جنسية معينة او شكلك شكل معين، او يعني مش عايز ادخل الموضوع في حاجات، لان انا على قد ما الموضوع يقول لك حاجات سياسية وحاجات ما اعرفش إيه، لا انا مش مقتنع بالموضوع دوت. الفكرة نفسها اللي مبني عليها دول الخليج، اللي هي من حيث العمالة طبعا، انا مش بتكلم على ان هم يستقطبوا عمالة، دي فكرة ناجحة جدا طبعا، وناس سنين بقى لها شغالة وناس عاشت وماتت هناك. ولكن فكرة بعدم الاستقرار، لان انت هناك عمرك ما هتاخد اقامة دايما، وعمرك ما هتاخد إقامة يعني في أي لحظة. دايما أنت على الكفيل، حتى لو أنت بيزنس مان، حتى لو أنت صاحب شركة، طبعا يبقى وضعك مختلف شوية، لأن البلد أنت بالنسبة للبلد أنت شخص بيجيب فلوس للبلد، فدي قصة مختلفة مش هنتكلم عنها. احنا ما بنتكلمش على أصحاب الأعمال لأن دايما أوضاعهم مختلفة في أي مكان في العالم، ولكن احنا بنتكلم عن الناس العادية، الموظفين، الناس اللي عايشة حياة عادية في دول الخليج وفي الإمارات وقطر والكويت وعمان. وبالتالي حتى يمكن قطر من سنين قافلة المصريين،
ما اعرفش من كام سنه، وما اعرفش هي فتحت ولا لا، ولكن انا عارف انها من زمان قفلت، لان ما كانش سهل ان حد يعمل دعوه، ما كانش سهل ان حد يطلع فيزا سياحه ويروح يدور على شغل زي الامارات وهكذا. وبالمناسبه انا مش ضد ابدا نظام الخليج، في حيث إنه يعني انا شايف ان كل بلد من حقها انها تقنن اوضاعها، وانها تختار مين يقعد ومين يمشي براحتهم. يعني انا ضد فكره لان بشوف ناس احنا خيرنا عليهم، لولانا ما كانوش وصلوا. ما فيش حاجه اسمها كده يا باشا. انت رحت، واحد زائد واحد يساوي اتنين. انت عطيت حاجه مقابل حاجه. لا بقى لا بقى هم خيرهم عليك، ولا انت انا، ولا انت خيرهم عليك، ولا هم خيرهم عليك، ولا الكلام ده. انا ما بحبش الطريقه دي. كنت زمان لما اقول انا ايه، كنت بقول مثلا ايه مميزات عشت شفتها في الامارات، وعيوب شفتها في الامارات. لما اجي اتكلم بقى عن العيوب تحديدا يقول لي انت خدت خير الامارات. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها خدت، انا خدت خير الامارات والامارات خدت خيري. هي منفعه متبادله. فكرة الدونية بتاعت ان انا البلد دي خيرها عليك وانا خيري عليها. هو انا وانا ما انا صحتي وتعبي ووقتي ومجهودي وضرايبي وكل الحاجات دي ما هي. وده بالمناسبه مش على الامارات، انا مش انا بالعكس، أنا الناس اللي عارفاني كويس عارفين قد ايه انا بحب الامارات وبحترم الامارات جدا. انا عشت اجمل سنين حياتي في الامارات، وعندي صحاب عمر هناك وذكريات لا تنسى، وفي يوم من الايام هرجع ان شاء الله. ولكن انا بتكلم بالمنطق وبالعدل، انا ما بحبش اطبل واعرض لحد، سوري في اللفظ. ولكن الشعور اللي انا افتكرته لما كنت عايش في الامارات، فكره ان انا كان دايما بيتوحالي فكره ان انت يا عمر على شفا حفره، على في لحظه ممكن تمشي. مثلا كان ساعات يمكن ما كانتش بتتقال في الشغل بشكل دايركت، ولكن كانت اللي هو نظام ايه، انت هتمشي من الباب ده في 20 واحد هيدخلوا. ليه؟ لان انت فرصتك اللي معاك دلوقتي في 1000 واحد بره يتمناها، ودي حقيقة صح. ولكن إن حد كل شوية يفكرك بيها بشكل غير مباشر، برضو خلي بالك من نقطة بشكل غير مباشر دي، لأن لما بتبقى بشكل مباشر بيبقى أنت عندك شعور خلاص في حد قال لك حاجة بشكل مباشر، فأنت من حقك تخاف أو تقلق أو كده. لكن لما بتكون بشكل غير مباشر، أنت أنت فاهم قصده، وهو عارف إن أنت فاهم قصده، ولكن مش قادر تمسك حاجة تخليك تبني عليها خوف حقيقي عشان تطلع لفوق أو تنزل لتحت أو تاخد خطوة تانية. فاهم الفكرة؟ ودي من وجهة نظري من أسوأ الحاجات اللي انت ممكن تمر بيها، ان انت مش عارف الإشارة اللي جاية لك دي هل هي إشارة حقيقية، هل الشخص ده بيحاول يخوفني، ولا هو طريقة كلامه كده. و- الناس اللي عايشة في الخليج هتبقى فاهمة قوي قصدي في الجزء ده، ان انت بترقص على السلم، لا عارف تطلع لان تحت مفيش ثقة قوي تدايس عليها وطالع، يا اما مش عايز ترجع لان انت لو رجعت نزلت تحت انت كده بتقل بمستواك ومستوى اسرتك. فشعور يعني انا عشان عشته فصعب، يعني شعور رخم حتى ان هو يتوصف، صعب قوي ان انت تفهمه غير لما تكون عشته. فكنت دايما عندي شعور ان انا حتى كان دايما بيجي الشعور ده كل يوم وانا راكب العربيه مروح البيت، ان انا هل انا الحاجه اللي عملتها النهارده في الشغل دي هي مش غلط، ولكن دماغي تقعد تصور لي طب هيبعتوا لي ايميل ترمينيشن، طب انا عملت ايه، طب انا كان ممكن اقول حاجه بشكل مختلف، كان ممكن اتكلم بشكل مع اني انا ما عملتش حاجه. يعني ما عملتش حاجة، بس فكرة إني أنا عارف إن المدير اللي في الشغل ده أو السوبرفايزر بتاعي أو الشخص اللي فوقي ده ليه اليد العليا، بمجرد إن هو كلمة يقعدني في البيت أو ما اشتغلش في الشركة دي تاني، كان شعور دايما مقلق. طبعا أنا مؤمن جدا إن الرزق على الله، وإن أنا رزقي مكتوب، ولو مين اجتمعوا عشان ياخد جنيه واحد من رزقي مش هيعرفوا. ولكن في نفس الوقت عارف أنت الإنسان ضعيف إن هو ساعات يفكر انا مش خايف ان انا اخسر الشركه قد ما انا خايف من الخوف بتاع الشعور ده. يعني انا الشعور بتاع الارهاق بتاع ان انا هكمل في الشركه دي الشهر الجاي، طب انا المرتب بتاعي ممكن يقف الشهر الجاي، طيب. دي يمكن لما حد بيجيب سيره الشغل في الخليج اسوأ حاجه بتحصل هي الجزء اللي انا بتكلم فيه ده. طبعا انا مش عايز اخرج عن السياق قوي، انا بحاول اتكلم بشكل عام عن النقطه دي. ولكن جه الوقت ان الناس اللي عايشه في الخليج يفكروا في بلان بي، ويفكروا في بلان بي بشكل يعني في نوع من انواع الجديه اللي فعلا ممكن تحصل قريب جدا. تاني انا مش بخوفك، ولكن ممكن يحصل. لما انا كنت عايش في الامارات كان دايما عندي على الباسبور حاجتين، وانا هحكي لك اللي انا كنت بعمله، يمكن تتعلم انت منه. مش يمكن، قصدي يعني ممكن تتعلم انت منه لو اللي انا هقوله دوت راكب عليك او يعني لايق عليك او مناسب لوضعك الحالي. طبعا انا كنت سنجل وكنت صغير، يعني انا لما سبت الامارات كان عندي 27 28 سنه لما سافرت اوروبا.
فما كنتش يعني ما كنتش برضه متجوّز، ما كانش عندي أسرة، ما كانش عندي مسؤوليات كبيرة، كنت شوية عارف أنت اللي هو إيه، كان اللي هو كل فلوسي تيجي لي أسافر، أتفسّح، ما أعرفش إيه، ولكن دايمًا كنت باعمل حاجتين، بما إن أنا شخص باحب السفر، كان دايمًا عندي تأشيرة تركيا لمدة سَنة سارية، وتأشيرة أوروبا سارية. طيب ليه أوروبا شنجن يعني، ليه؟ لإني أنا كنت دايمًا عارف أنت اللي هو إيه، حاسس إن حد شايل سكينة ورا ضهره، وفي نفس الوقت أنا ما ينفعش أشوفه أو حاسس إن هو شايل سكينة ورا ضهره وأقعد أنا ساكت. مش هامسك سكينة أنا كمان أكيد، مش ده المقصود، ولكن هاكون جاهز. فباعمل إيه؟ معايا تأشيرة تركيا سارية، في أسوأ الأحوال أنا هاركب الطيارة وأروح تركيا واسطنبول، وتحديدًا ليه تركيا؟ لإن أنا أصلًا عِشت هناك وعندي صحابي هناك، يعني تركيا بالنسبة لي تعتبر بلدي التانية، مش مكان جديد عليّا، وكنت في يوم من الأيام باتكلم اللغة بتاعتها، وساعتها كنت لسه ما زلت باتكلم بس طبعًا أنا نسيت اللغة تمامًا، مش موضوعنا، ولكن ده كان plan B وكان عندي تأشيرة أوروبا. في الأول خالص ما كانش معايا شنجن، كان معايا حاجة اسمها تأشيرة قبرص اليونانية. تأشيرة قبرص دي كنت باخدها سنة تقريبًا والّا كانت سنتين، فكانت سارية فترة طويلة وكانت معايا multiple entry، فكنت ممكن أدخل ساعتها صربيا، البوسنة، قبرص، رومانيا، بلغاريا، كرواتيا. كانت ساعتها الدول دي كلها لسه ما دخلتش، طبعًا أنا باكلمك في 2000، كان باكلمك عدّى حاجات 8 سنين و7 سنين و9 سنين، يعني سنين طويلة. فكانت الدول دي ساعتها متاحة ليّا الأول، وبعدها الحمد لله ربنا كرمني وخدت شنجن، وخدت شنجن بعدها multiple entry، فكان الحمد لله قدّامي أوروبا كلها مفتوحة. طب هل أنا كنت باسافر؟ لأ، يعني كنت باسافر بس كنت باخد التأشيرات دي أسافر يومين 3 وارجع، أو تركيا وارجع عشان أبقى استخدمت التأشيرة، وفي نفس الوقت تبقى التأشيرة سارية فترة طويلة، بحيث أنا شغال رايح بكرة الشغل عندي، وأنا sorry في اللفظ محضّر شنطتي في البيت. حسيت إن في لا مؤاخذة وساخة بتحصل. فأنا آمم، رايح الشغل، وطبعًا شنطتي مش حرفيًا متحضّرة في البيت، ولكن على استعداد تام إن لو حد قال لي تِلت التلاتة كام، هارمي له استقالتي وأمشي، أو لو قال لي مثلًا termination هامشي. طبعًا هو شعور شوية عدائي، هو مش عدائي بس شعور عارف أنت اللي هو إيه، الشعور اللي هو إيه، اللي هو الdefense mechanism، اللي هو يعني إيه defense mechanism؟ اللي هو شعور أنت بتحاول تحمي نفسك داخليًا، أو تحاول تحمي نفسك عن طريق إنك تهاجم. عارف أنت الشعور ده؟ ما فيش يمكن داعي ليه، أو يمكن الداعي كان إن أنا كنت دايمًا متحوّط، وأي حد عاش في الإمارات أو في السعودية أو في الخليج بشكل عام، دايمًا أنت عارف إن في ناس بيستغنوا عن خدماتهم، ناس بيتّرمنوا، ناس بيمشوا، وحاجات يمكن مش fair من وجهة نظرك. فكان دايمًا عندي شعور إن أنا الدور جاي عليّا، يمكن الحمد لله عمرها ما حصلت لي أو يعني بشكل مباشر، بس كان دايمًا عندي الشعور ده. فكان دايمًا عندي تأشيرة أوروبا وتأشيرة تركيا جاهزين على الباسبور. ليه؟ هترمي نفسك كده في البحر يا عمر؟ هارمي نفسي عادي، إيه المشكلة؟ ساعتها كنت شاب ومش فارقة معايا أوي، فصباح الفل. بهدلة وفاهم، والدنيا هتخبط فيك شوية، بس عادي، اتعاملنا هنا وهنتعامل هناك وهنتعامل في أي حتة نروحها. ف... فمن وجهة نظري دي يمكن ده الوقت اللي جه اللي الناس تبدأ تسأل نفسها سؤال: هل أنا قاعد في مكان آمن؟ وأنا هنا مش بتكلم عن أمان الجسدي طبعا، الخليج أمان جدا مفيش نقاش، ولكن الأمان الحياتي، الأمان المستقبلي. دي مش تاني مش دعوة إن أنا أقول لك ما تسافرش، سافر لو عندك فرصة السعودية بكرة، سافر عندك فرصة الإمارات ما تفكرش، عندك قطر، كل الدول دي جميلة ومحترمة وشعوب محترمة، والواحد عاشرهم وتعامل معاهم ناس قمة الأدب. جزء كبير منهم يعني أنا في الإمارات عمري الحمد لله ما حصل لي ولا موقف وحش، نادرا نادرا نادرا، ومعظم الحاجات الوحشة اللي حصلت لي من جنسيات تانية، يعني عن حاجات مواقف فردية. فهنا مش باتكلم على الشعوب لأن قمة الأدب وقمة الاحترام ما فيش نقاش، ولكن أنا باتكلم على السيستم بتاع اللي النظام ماشي بيه، بتاع اللي هو إيه، أنت النهارده موجود بكرة مش موجود. الموضوع ده فيه شوية، تخيل أنت عندك مثلا زوجة، طفل أو طفل أو طفل أو كنت هقول لك طفلتين، يعني وطفلين أو مثلا مدارس، حضانات، في إلى حد ما حياة أو استقرار. في أي لحظة أنت ممكن تمشي. والمناسبة دي برضو حاجة مهمة، أنا كل الشركات اللي اشتغلت فيها مثلا في الإمارات كلها شركات انترناشونال وشركات حكومية وشركات توب التوب، يعني مش بكلمك على مثلا حاجات تحت بير السلم اللي هو مدير وموظف وكم مدير، لا لا لا، أنا اشتغلت مثلا فنون،
واشتغلت فنون لما كانت بتبدأ لحد ما شاء الله فتحوا في مصر والدنيا بدأت تكبر. وانا اصلا فنون من اوائل الناس ايام جبل علي والصحبة السعيدة دي. واشتغلت واحدة من اكبر شركات التأمين في الامارات والتأمين الصحي للإمارات. واشتغلت في RTA في الأول خالص. واشتغلت يعني اشتغلت في مؤسسات كبيرة. في أحيانا كنت شغال دايركت، كنت شغال أوت سورس. بس في النهاية عدم الاستقرار بتاع المكان نفسه ما كانش ليه علاقة بأوت سورس، كان ليه علاقة بالمكان نفسه. فده يديك شعور ان انت حتى في الاشياء الكبيره انت مش مستقر. عادي، احنا مش مستقرين في الحياه كلها. الحياه كده كده اصلا دار ابتلاء، واحنا ممكن في اي لحظه يحصل اي حاجه، طبيعي. ولكن على سبيل المثال مثلا انت في اوروبا، ما تخافش تخسر شغلك. ولو خسرته انت عارف ان في حد هيشيلك في شهر 2 3 4. الا اذا كنت انت بقى شخص انتوخه خالص ويعني قصه تانية. انما انت عايز تنجز، لا، هتلاقي حد يشيلك مره واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه والقانون بيحميك زي ما بيحمي الشركه برضه يعني. مش بقول ان هو بيحميك يعني فبيفشخ الشركات، لا، بيحميك وبيحمي الشركات. في الخليج الموضوع ده شويه صعب. تاني انا عارف انت اللي هو ايه. يعني احيانا من الغباء ان انت تبقى رايح مكان عارف عيوبه وتطلع تتكلم عن عيوبه. ولكن لا، بالعكس، من حقك تتكلم عن عيوبه. يعني من حقك ان انت تطلع تقول انا عارف ان انا الظروف دي ممكن تحصل، وبرضه لما تحصل اطلع اشتكي منها. ايه المشكله؟ في النهايه محدش مجبي عليا يعني، او محدش مثلا بيديني صدقه، فاهم؟ فمش وقت للخوف، ولكن وقت ان انت تبدا تاخد اكشن وتحط خطه انت هتعمل ايه. انا كنت دايما معايا التاشيرات دي لاني ما كنتش عايز ارجع مصر. لاني كانت من وجهه نظري ان انا ارجع مصر. كنت برجع ساعات اجازات وكده، ولكن ارجع مصر وابدا من هناك تاني كنت حاسس ان انا هبدا من الصفر. فانا ما كنتش عايز ابدا من الصفر تاني، على الاقل مكانا يعني. فكانت معايا دايما التاشيرات دي كنوع من انواع الباك اب، وبالفعل استخدمتها يعني. سبحان الله الواحد كنت دايما بستخدمها وبروح وباجي وهكذا. ولكن حتى لما انا جيت سافرت وايام الكورونا، القصه اللي انا كنت حكيتها قبل كده، كانت هي واحده من الحاجات اللي سهلت لي التاشيره اللي انا خدتها عشان اسافر في الكورونا. يعني كان ليا اولويه بسبب ان انا كان نوع التاشيره انا بقدم عليه جديد، وفي نفس الوقت كانت معايا تاشيرات كتير سفر قبل كده، فكان مديني قوه. فالوقت ده انت محتاج تفكر انت ناوي تعمل ايه. هل محوش فلوس كافيه تعتمد عليها؟ طيب هل عندك مثلا خطه سفر؟ هل عندك بلد تانية تفكر تروحها؟ هل لان مهما كنت انت قاعد سنه اتنين خمسة 10، من وجهة نظري اللي بيحصل كان من زمان أيام جدودنا وأهالينا اللي هم كانوا بيروحوا يقعدوا مثلا في السعودية 40 سنة وفي الإمارات 40 سنة. أعتقد من النظرة العامة اللي موجودة في الحياة حاليا، الظروف اللي موجودة حاليا مش يعني مش حاجة هتحصل كتير، أو مش حاجة هتطول معانا كتير. ما أعتقدش إن الموضوع ده هيبقى سهل، لأن حاليا التيرن أوفر، التقلب أو اللي هو سرعة تغيير الحياة في الأماكن دي بقت في كل الأماكن، بس تحديدا في الأماكن دي. فما عادش أنت مثلا إيه تروح الإمارات تلاقي الشركات بتنقل مصر، تروح معرفش إيه تلاقي مثلا بيسعودوا حقهم. يعني أنت برضو في النهاية كصاحب بيزنس أو كشخص مسؤول أو مدير في حاجة، من حقك تفكر في البيزنس، ومن حقك تفكر في الأولويات، ومن حقك تفكر إزاي توفر، ومن حقك ومن حقك ومن حقك. ولكن اللي من حقك برضو أنت كبني آدم إن أنت تفكر في مستقبلك وتخطط صح. تاني مش بقول لك ما تروحش، روح، بس خليك خفيف. يعني روح بخطة تانية، بخطة تالتة. هتعمل ايه يعني؟ او على الاقل تكون جاهز نفسيا، عشان ما تلاقيش نفسك بعد سنة سنتين ثلاثة لسه بتقول يا هادي، هوب قلم تلاقي نفسك راجع من الصفر تاني. لو نصيبك مكتوب لك كده خلاص غالبا مش هتشوف الفيديو ده، ولو حتى شفته ومش عايز تعمل انت حر. بس في النهاية الواحد بيحس ان هو ايه، عنده جمهور وعنده ناس بتتفرج وعنده منصة يقدر ينزل عليها فيديو، فليه ما يقولش تجربته؟ ليه ما احكيش واقول وجهة نظري يعني. في النهاية أتمنى يعني التوفيق للجميع إن شاء الله. أنا قريب هعمل القصص بتاعتي اللي هي القصة أنا إزاي سافرت بداية ورحت السعودية وهكذا. وإن شاء الله نظبط كده و... ونشتغل شوية في القناة هنا الفترة الجاية. وبرضه لو عندكم أي أفكار فيديوهات أو حاجة حابين نتكلم عنها، فممكن تكتبوها لي هنا وندردش عنها إن شاء الله. فبس بالتوفيق، وسلام عليكم.